تفتكر لما الأعمال تكون واخدة جوايز ده معناها إن الأعمال دي حلوة؟ صراحة أنا اتفاجئت 6 أعمال من دار نشر واحدة واخدين جوايز، مش غريبة دي؟ دار العين قررت تفاجئني والحقيقة أنا اتفاجئت. تعالوا مع بعض نشوف الأعمال دي ونشوف جوايزها كمان. وأول عمل معانا في القائمة الطويلة للبكر وهو منام القيلولة. تاني عمل هو فوق رأسي سحابة وبرضه في القائمة الطويلة للبكر. تالت عمل معانا هو رواية ما ألقاه الطير ودي في القائمة القصيرة لجائزة سويرس. رابع عمل معانا هو سواكن الأولى ودي برضه في القائمة القصيرة لجائزة سويرس. خامس عمل معانا هو رواية كف المسيح وده في القائمة الطويلة لجائزة القدس للمرأة. آخر عمل معانا هو رواية خلف ستار النخيل. ان جينا للحق مفيش عمل منهم انا حسيته مش مختلف، مش عشان الجوائز اللي فاجئتني بس عشان الاعمال فعليا اسمائها وتفاصيل الاغلفه من بره مختلفه. حسيت اللي هو اللحظه الاعمال دي ازاي احنا كلنا مش عارفينها، ازاي الاعمال دي ما اتقرأتش قبل كده واتكلمنا عنها. فانا متحمسه جدا ابدا في مجموعه الاعمال دي، متحمسه جدا انها تبقى من قائمتكم في معرض كتاب 2026. فخلونا نتقابل في دار العين ونكتشف اعمالهم بشكل اكبر.